المدعو الوقوف دقيقة حيالا على أرواح الشهداء. نحتفل اليوم بمهرجان شعراء المصرية التي شرفته بتأسيسها في أوائل عام 2011، وكونا موقع على جوجل وعملنا جروب على الفيسبوك، واشترك معنا العشرات من جميع محافظات مصورات في مجالات الشأن العلمي والسياسة والشأن الإداري والمرافعات والموارد الشعبية، واتفقنا على أن نقوم على احتفالية أو مهرجان كل عام نكلم فيه الساكنين في مخططات العالم. ونحن قد جمعنا تحت رقم واحد في قرية الله الجارية لنحتفل ونكلم الساكنين ونبدأ بمشيئة الله جل وعلا روسية شعرية. وقبل أن أبدأ أود أن أقرأ حضراتكم ما تكتبون في المخططات، لأن منهم من حضر ومنهم من لم يأتي بعد لظروف خاصة به، فهناك أناس خارج وهناك أناس لم يستطيعوا أن يأتوا في هذا النوع. الفائزون في المسابقات الشهر العالمية لعام 2011 رابطة شعراء عمان المصرية، فاز بالمركز العاشر الشاعر الأستاذ محمود الصخيري محافظة بورسعيد، وقد فاز بالمركز التاسع الشاعر محمد رمضان محافظة الزقازية، وفاز بالمركز الثامن الشاعر محمود فخر من محافظة الزقازية، وفاز بالمركز الثامن الشاعر ثابت البرشيد من محافظة حلوان، وفاز بالمركز الثامن المقرر الشاعر خالد علم الدين من محافظة البحيرة، وفاز بالمركز السابع الشاعر وليد الأبيض من محافظة الإسكندرية، وفاز بالمركز السابع مقرر الشاعر ضياء الدين الابن من محافظة القاهرة، وفاز بالمركز السادس الشاعر ناصر علي من محافظة سوهاج وكافة، وفاز بالمركز الخامس الشاعر شريف عبد الكريم من محافظة الجيزة، وفاز بالمركز الخامس الشاعر حمام تلويش من محافظة القاهرة، فاز بالمركز الرابع الشاعر احمد الشرقاوي من محافظة الطباخية، وفاز بالمركز السادس الشاعر كامل قانون من محافظة الإسكندرية، وفاز بالمركز الثاني الشاعر عبد الباسط السيسي من محافظة الزقازية وفاز بالمركز الأول الشاعر هاني يوسف من محافظة الإسكندرية. الفائزون في مسابقات المواد الشعبية لعام 2011 برابطة شعراء العامية المصرية ثلاثة فقط: الفائز بالمركز الثالث الشاعر ثابت البرشيد من محافظة حلوان، وكان المركز الثاني الشاعر ناصر علي من محافظة سوهاج،
وكان بالمركز الأول الشاعر أحمد الشرقاوي محافظة الزقازيق. الثالثون في مسابقات السنة العامة الأولى والثانية لرياضة الشعراء العامية المصرية. وكان بالمركز السابع الشاعر محمود الشرقاوي من محافظة بورسعيد. وكان بالمركز الثالث الشاعر محمد رمضان من محافظة الزقازيق. وكان بالمركز الخامس الشاعر نبيل التركي من محافظة المنوفية. والشاعر نبيل التركي حاليا في المملكة العربية السعودية وكل التعاون الإسلامي. وكان بالمركز الرابع المقرر بالمركز الرابع الشاعر رضا فايز. وكان بالمركز الثالث الشاعر رضا عثمان من محافظة القاهرة. والشاعر رضا عثمان بالطريق إلينا الآن أو لو عرف نفسه الشاعر رضا عثمان. وكان بالمركز الثاني الشاعر ثابت النبوشي من محافظة حلوان وهو بالطريق إلينا الآن. وكان بالمركز الأول في مسابقات البيان الشاعر فاضل العالي من محافظة السورية. الثالثون في المسابقات الشاعر السينائي هم خمسة. فاز بالمركز الخامس الشاعر أشرف الثاني. وفاز بالمركز الرابع الشاعر رضا عثمان. وكان بالمركز الثالث الشاعر فاضل العالي من محافظة السورية. وكان بالمركز الثاني الشاعر ثابت الدين من محافظة البحيرة. وكان بالمركز الأول الشاعر يوسف من محافظة الأسد.